ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ جاهزين لفيلم النهارده؟ بس قبل ما نبدأ الفيلم ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكوا كل فيلم جديد هننزله. فيلمنا النهارده بيبدأ ببابو، مدرس على المعاش عنده 75 سنة، بس اعتبر نفسه شخص عجوز خلاص، وكل حاجة بقى بيحسبها بالمسطرة. حتى الأكل والاستحمام بقى بيحسب هياخد وقت قد ايه فيهم، ومش بيخرج من البيت خالص غير عند الدكتور اللي كان بيروح له دايما وهو ما عندوش حاجة أصلا، وكان عايش مع باباه. ده تاريا. أيوة، باباه لسه عايش، عنده 102 سنة. تشوف تقول 26. شخص بيحب الحياة وبيخرج ويتبسط وبياكل كل اللي نفسه فيه. شخصيتين مختلفين عن بعض جدا، لدرجة إن كل واحد فيهم ليه تلاجة. بابو فاكهة وأكل صحي، وده تاريا شوكولاتة وحلويات. نيجي بقى لصاحبنا الأخير في الفيلم، وهو ديرو، واللي كان شغال في صيدلية بيوصل لهم الأدوية للبيت. وزي ما هما مختلفين في كل حاجة، شعورهم تجاه ديرو كان مختلف برضه. بابو ما كانش بيحبه خالص، ولا بيحب أسئلته الكتير اللي كان بيسألها هي كل مرة. بس ده تاريا كان معتبره الفيتامين اللي بياخده في يومه. ومدخله في كل حاجة في حياته. وفي يوم ديرو وهو بيوصل لهم الأدوية، ده تاريا قال له يستناه لحد ما يجي عشان هيقول خبر مهم جدا لابنه، وديرو لازم يكون شاهد عليه. ودخل عليهم ده تاريا ومعاه صورة الصيني أونغ شونغ توم بين، وهو أكتر شخص معمر في العالم حسب موسوعة الأرقام القياسية. وقال لهم إنه قرر إن هيبذل قصارى جهده عشان يكسر الرقم ده ويكون مكانه في الموسوعة، وإنه فاضله 16 سنة بس. وإن الصيني ده في لقاء ليه كان من نصايحه إن يبعدوا عن العواجيز المملين والمتشائمين ويبطلوا يحبوا الحياة، وإن الصفات دي كلها بتنطبق على ابنه، عشان كده هيوديه دار المسنين، وبكده يحقق حلمه وبالمرة يكون أول أب يودي ابنه دار المسنين. بابا افتكره بيهزر ودخل نام، ولما صحي اتفاجئ إنه بيحجز له فعلا. فبدأ بابو يزعق ويقول له إنه مستحيل يستحمل الوضع، بس باباه كان مصمم. لكن في الآخر صعب عليه وقال له إنه ممكن يغير رأيه، بس لو اتغير وبقى شخص جديد، وهيقول له يعمل ايه بالظبط بس بالليل في البلكونة. ولما جه الليل قاله ان هو هيديله مجموعة من المهام خلال 6 شهور، وانه مش هيقدر يتخطى غير مهمة واحدة بس، وان ديرو هيكون شاهد على المهمات دي. واول مهمة ليه انه يكتب رسالة حب لمراته الميتة، واللي كانت مهمة صعبة قوي عليه. وباباه كان بيساعده بانه يحط له صور ليها وبلالين عليها قلوب. وبعد محاولات كتير ولما كان فاضل دقيقة على نهاية وقت المهمة الأولى، خرج بابو بالرسالة أخيرا، وبدأ تتريا يقراها بصوت عالي. وكانت الرسالة حب في الأول، وبعدين قلبت بشكاوي من باباه مع شوية شتايم كده. وبابا حاول يعتذر على اللي كتبه وإن الحماس أخده شوية وهو بيكتب. بس بابا اتبسط جدا لأني أول مرة من 20 سنة يقول إنه اتحمس لحاجة، فكده اعتبره نجح في المهمة واداله العلامة الكاملة، وخلاه يوقع على ده عشان يبدأوا بعد كده في المهمة التانية، واللي كان عنوانها بابو والطبيب، واللي كان بابو بيروح له من غير ما يكون عنده حاجة عشان يطمن على نفسه بس. وخلاهم يروحوا العيادة كلهم مع بعض، وهناك قال له على المهمة، وهي انه يسيب المحفظة بتاعته هناك ويكلم الدكتور يتهمه ان هو سرقها. فرفض بابو انه يعمل كده، وقال انه مش هيروح عنده تاني وخلاص غير لما يكون تعبان فعلا، وده تاريا هو اللي هيحدد الحالة محتاجة دكتور فعلا ولا لأ. فبكده تكون المهمة التانية خلصت خلاص. وعدى أسبوع والوضع كان تمام، وبابو كان مبسوط وبيسقي الزرع في الجنينة. فلقى مجسم بطة مكتوب فيه مهمته التالتة، فجري على الأوضة لقيهم ماسكين غطاء السرير بتاعه. فتعصب بابو وطلب منهم يرجعوه عشان هو مش بيعرف ينام من غيره. فحكى تتاريا لديرو قصة الغطاء ده، وإنهم راحوا رحلة عائلية لما كان عمره 10 سنين لكشمير، ومعجبوش حاجة هناك غير حاجتين بس، الغطاء ده والبط في الحديقة. وكانت مهمته التالتة إنه يمسك مجسم البطة ويقص غطاء السرير 3 بطات، لأن من عادة العواجيز يحتفظوا بالحاجات القديمة، وهو عايز يكسر الحاجة دي جواه. فاختار بابو إن دي تكون المهمة اللي هو هيتخطاها، لأنه مش هيقدر ينام من غيره. ولما اتخطى بابو المهمة دي، بدأوا في المهمة الرابعة، واللي كانت إن ديرو هياخدوا يفسحوا في شوية أماكن جوه مومباي من غير ما يقولهم هما رايحين فين. وأول مكان كان حدائق اليوبيل. وأول ما وصلوا وقف بابو قدام مجسم طيار كبير متنح شوية، وبعدين دخل لجوه، وديرو كان مستغرب، بس ده تريا قاله إن الحديقة دي كان بيحب يروحها كتير لما كان صغير، وأكتر مكان كان بيحب يلعب فيه هو مجسم الطيارة دي. قعد جواها بابو مبسوط، لكن قطعوا ديرو عشان يروحوا للمكان اللي بعده قبل الساعة 12، والمكان كان الكنيسة. ودخل بابو لوحده وخلى ديرو يستناه بره، ودخل قعد لوحده وكان متأثر جدا. وفي الوقت ده وصل تتاريا، وقعد هو وديرو على الشاطئ عشان يحكيله حكاية الكنيسة دي، واللي كان بيروح فيها مع ابنه أمول، واللي سافر أمريكا من 30 سنة عشان يدرس هناك،
ووقتها بابو صرف كل اللي معاه على تعليمه، وأول ما خلص واشتغل نسي باباه خالص، ومهما حاول يتصل بيه ويتحايل عليه انه يجي ما كانش بيوافق، واتجوز من غير ما يقول لهم، وما خلوهوش يشوف أحفاده غير مجرد صورة بعتها له بعد محايلات كتير. واستغرب ديرو انه عايز يفكره بحاجة حزينة كده، بس ده تريا قال له ان لازم ينسى ابنه زي ما هو نسيه. ودخل ديرو الكنيسة عند بابو عشان ده الوقت بتاع المكان التالت، بس بابو قاله انه عارف المكان فين وهو مش محتاج انه يوديه، هيروح لوحده، والمكان كان مخبز المدينة. واشترى بابو تورتة من هناك وقعد يصور المية، وبعدين قال لديرو انه هيتحرك في عربة لوحده، ونادى تتريق على ديرو عشان يركبوا في العربة اللي وراه، وحكاله هو هيعمل ايه بالظبط، لان دي الحاجة اللي كان بيعملها هو ومراته كل عيد جواز ليهم، وقد كان وحصل فعلا. وقطع باب التورتة هو جوه العربة وهي رايحة الحديقة المعلقة، ووزعها على الأطفال في الشارع. ولما وصلوا داتاريا وديرو على البيت لقيوا الدنيا ضلمة، بس جزمة بابو كانت موجودة، فقعدوا ينادوا عليه وكانوا خايفين يكون حصل له حاجة. بس طلع لهم من فوق ومعاه غطاء السرير بعد ما قصوا 3 بطات. ففرح بابا بيه جدا، وبكده يكون حتى المهمة التالتة أنجزها. ورن موبايل بابو اللي كان سايبه تحت، وكان ابنه أمول، بس اتجاهل داتاريا المكالمة ومقالش لبابو عليها. والصبح كان بدأ في المهمة الخامسة، وهو إن يخلي النبات يطلع وردة في 4 أيام بس، وده شيء مستحيل أصلا. لكن شخصية بابو الجديدة ما كانت شايفة إنه مستحيل، وكان بيحاول يعمل اللي عليه ويعتني بيها ويحط لها سماد ويغني لها كمان. وفي الوقت اللي راح بابو يغير هدومه، غير دتاريا النبات بنبات تاني الزهرة بتاعته طلعت خلاص، وكانت هدية عيد ميلاده اللي كان النهاردة. وطلب من ديرو يروح يقوله إن النبات بتاعه طلع زهرة خلاص. فاتبسط بابو جدا، وبعت أمول ورد للبيت لباباه، بس داتاريا مرضيش يقوله واستلم الورد مكانه، وقال إنه مش هيديهوله غير لما يقوله على المهمة الخامسة والأخيرة. وقعدوا يسمعوا أغاني مع بعض، ولما بدأ بابو يندمج مع الأغاني ويغني معاها رن أمول على موبايله، بس داتاريا تجاهل المكالمة وحذفها من السجلات، وفصل تليفون البيت عشان ما يعرفش يوصله. واندمج بابو مع الأغاني ونام على الكنبة مبسوط. وفي الصبح اداله الورد والرسالة بتاعت أمول، وسأله بابو ليه ما ادوش الحاجة دي امبارح، وجري على التليفون واتصل بابنه، وقال له أمول إنه بيحاول يتصل على الموبايل والتليفون ومش عارف يوصله من امبارح. فأخد باله بابو وقتها إن بابا ورا الحوار ده، وقال له أمول إن جاي الهند في يوليو. ففرح بابو جدا، وأول ما قفل مع ابنه عاتب باباه على اللي عمله وقتها. ده تري قال له على الشرط الخامس والأخير، والمهمة كانت إن ابنه أول ما يوصل البيت هيطرده ويخرجه بره، وقال له إن الورد اللي بعته الاتصالات لأنه طبعا في البيت بتاعهم بمجرد موتهم مش أكتر. وبابو اتضايق من كلامه وقال له ما يتدخلش بينه وبين ابنه وسابه ومشي. وطلع بابو للمكان اللي كان قاعد فيه مع مراته وابنه، واللي كان مترب جدا وباين ان محدش دخله من زمان. وقعد داتاريا يتكلم مع ديرو وقال له ان بابو محتفظ بكل الرسائل اللي كان بيبعتها له ابنه من امريكا، واللي كلها كانت بتنتهي بعبارة واحدة بس، وهي اتمنى ان تتفهم، لانه مع كل خطوة كان بياخدها في حياته مش بيقول كان بيلاقي حجج، ومنها جوازه. وكمان لما بابو طلب ان يجي يزورهم في امريكا على نفقته الخاصة رفض واتحجج، وكان معلي صوته وهو بيقول كل ده عشان يتأكد ان بابو سامعه من فوق. وبعدين شغل أغنية، وده اللي خلى بابو يتعصب وينزل يقوله يطفيها، لأن دي كانت الأغنية اللي كان بيسمعها مع مراته طول الليل لما ابنهم كان بيوحشهم. وقعد يفكروا بذكرى وفاة مراته اللي جالها خرف، والدكتور قال إن معاها شهر واحد بس. وحاولوا وقتها يتصلوا بأمولة عشان يجي يشوف أمه قبل ما تنسى كل حاجة، بس من غير فايدة. وبدأت الأيام تمر وهي تنسى كل حاجة، حتى هما نسيتهم، ولحد آخر لحظة في حياتها ما كانتش فاكرة حاجة غير ابنها أمول بس. وطول الفترة دي كانوا بيحاولوا يكلموه، بس كان دايما بيلاقي حجج، ومنها انه مش هيسيب شغله غير لحاجة مهمة. وراح داريا ناحية التليفون واتصل بأمول، بس محدش رد. فابتدى يسيب له رسالة صوتية، وقال له انه عارف انه ناوي يجي في يوليو، فلو يقدر يجي قبل كده يكون احسن عشان يتناقشوا في موضوع البيت. وأمول أول ما سمع الكلام ده رد بسرعة وقال انه هيجي الشهر ده، وده اللي خلى باب واقف مصدوم وسابهم ومشي. وفضل قاعد في المطرة في الشارع لحد وقت متأخر. وقعد ديرو يتكلم مع داريا وقال له يا ريت كان سابه عايش على الامل، وان ابنه كده كده هيجي ويمشي، وانه اتغير وبقى احسن، فليه عمل معاه كده؟ بس داريا كان ليه وجهة نظر تانية، وانه مش عايزه يعيش على امل وابنه اول ما يمشي يرجع بائس واسوأ من الاول كمان، فالافضل انه يتألم شوية وبعدين ينسى ابنه ويطلعه من تفكيره خالص. ولما رجع بابو من بره حاول يقنعه داريا بوجهة نظره، بس بابو ما اقتنعش وقال له مستحيل يعمل كده، وانه مستعد يعمل اي حاجة بس يشوف ابنه واحفاده. فهدي داتاريا وقال له انه مش هيجبره على حاجة، وانهم متفقين ان هو قادر يلغي مهمة، فممكن يعمل كده ويجيب ابنه للبيت.
فشكروا بابو ومشي وسابه. بس استسلام لطريقة كان قدام ابنه بس، لأن مجرد ما مشي قال لديرو إنه مستحيل يخلي ابنه يهزم ابني وخليه يجي، بس هو عارف هيتصرف معاه ازاي. وبدأ بابو يستعد لرجوع ابنه واشترى له أدوية وبقالة ونظف البيت. ولما نزل لتحت الأوضة باباه شاف اللوح اللي كان بيجهزها له لرجوع أمول، واللي كلها كانت كره فيه وفي رجوعه. فصحي الصبح بابو وراح المحكمة ووثق إن ليه جزء من البيت لأنه عايش فيه بقاله 75 سنة وفقا لقانون الهند. وراح لباباه ورمى اللوح اللي كان عاملها في وشه وهدده إن خلاص بقى ليه جزء من البيت، وإن بمجرد وصول ابنه هيديله الجزء بتاعه، ولو فكر إنه يتدخل في أي حاجة هيجره للمحكمة. فبصله داتاريا بحزن وقام جابله أشعة كان مخبيها، وقال له إن النزاعات على الأرض والمباني بتاخد وقت طويل، وإنه مريض سرطان في الدماغ وكل ما الوقت يعدي الورم بيزيد، فمش هيعيش أصلا لحد الجلسة الأولى حتى. وحكى لهم هو اكتشف مرضه ازاي. وهو راجع البيت جه في باله فكرة دار المسنين عشان يرجع ابنه تاني شخص مفعم بالحيوية والنشاط، وقال له انه نجح في المهمات خلاص وخد 90 من 100 ومش لازم ينفذ الشرط الأخير، وسابهم وراح يتمشى شوية. ووصل الأمول للهند وباباه كان في استقباله، وطبعا لقيله حجة انه ما جابش مراته والعيال وهي ان مراته عندها شغل. وقف في نص المطار بابه وطلع له ألبوم صور قديم وقعد يوريله صورة الكنيسة وصورهم هو وصغير مع بعض. وكان كل شوية أمول يقنعه إن هم يرجعوا البيت لأن الناس بتتفرج عليهم، بس هو زعق فيه لأول مرة وقال له إنه طول ال21 سنة وهو مخلي الناس تتفرج عليه، وإنه مش هيتوسل لحد تاني، وإنه بقى شخص جديد واتغير خلاص. وقال له إنه ملوش أي حاجة في البيت غير الحصالة بتاعته اللي فيها 42 روبية، ومسكها كسرها على الأرض وقال له يخرج من حياته خلاص. وده اللي بسط داتاريا وديرو طبعا واللي كانوا بيتفرجوا عليهم من بعيد، وساب بابو ابنه في المطار ومشي. ولما قعد هو وباباه يتكلموا مع بعض بابا قال له ان لازم يوعده ان ما يموتش تاني وهو لسه عايش، ويرجع علاقته بأمول بس يدي لنفسه حقوقها وما يتذلش تاني لحد، وانه اول ما يموت لازم يصفر لان بابا عمل انجاز كبير ب102 سنة عاش فيهم بسعادة. وبدأ بابا وباباه ينسجموا مع بعض ويقضوا وقت سعيد مع بعض لحد ما جت اللحظة اللي صفر فيها بابو. وقعد بابو وديرو على البحر، وطلع له ديرو تسجيل اداهوله تتريق قبل ما يموت بيومين، وكان بيسلي فيه على ابنه ويقوله انه هيستناه يحقق هو الرقم القياسي وانه فاضله 43 سنة بس. وبكده نكون اتعلمنا النهاردة اننا ما نموتش ابدا واحنا عايشين، ولازم نعيش حياتنا بسعادة لاخر لحظة. استنوا رايحين فين؟ ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. سلام.